الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على عيونكم حبايبي الغاليين. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال وراحة بال يا رب العالمين. انا فرحانة اوي يا جماعة، والله فرحانة فرحانة فرحة مقولكوش. ايه السبب اللي انت فرحانة يا هند؟ فرحانة يمكن تشوفوا انتوا الفرحة دي مش مستاهلة، بس انا بالنسبة لي دي فرحة ومستاهلة ان انا اتكلم معاكم. التلاجة بتاعتي اتصلحت، الحمد لله. الحمد لله وفضل الله يعني. طلع الحمد لله ما فيهاش حاجة، طلع فيها حاجة بسيطة يعني، والايه وبتاع الغسالة اتصلحها لي. الفرحة التانية بقى ان الديب فريزر اتصلح. الديب فريزر كان ماله يا جماعة؟ الديب فريزر من ساعة ما جبته وهو بيكوم تلج في الدرج اللي تحت، اللي هو الشبكة. اللي عنده ديب فريزر هيفهمني. الشبكة اللي تحت كانت بتجمع تلج من ساعة ما جه هو كده. مفكرناش الصراحة نصلحه، قلنا هنبقى نجيب حد يشوفه، دي حاجة بسيطة ما دام الادراك شغالة. بقيت الادراك شغالة الحمد لله، ما كانش عندي مشكلة. بس مشكلتي كانت في ايه؟ ان انا ما بعرفش اشيل عيش او اي حاجة. الدرج ده بتشيلي فيه عيش، تشيلي فيه فينو، الكلام ده. رحت ايه، الراجل خلص التلاجة وظبطها ومية مية. قلت له بص لي بقى على الديب فريزر. يعني الحمد لله التلاجة دي باظت عشان الديب فريزر يتصلح. بأمانة والله العظيم أنا التلاجة دي من ساعة ما جبتها ليها مثلا بتاع 13 سنة 14 سنة، الحمد لله الحمد لله ما حصلهاش أي حاجة. ما حصلهاش أي حاجة. أول مرة تتفتح، يعني الراجل ده هو أول مرة إيه يعمل فيها حاجة. المهم عملها وبص على الديب فريزر. أتاري هو قال لي هو الموضوع ده بقاله قد إيه؟ قلت له من ساعة يعني من بعد ما جبت. قال لي من بعد ما جبت الديب فريزر بقد إيه؟ قلت له يمكن بشهر كده او حاجة، لما بدأت اكتشف يعني. اتاري ايه بقى؟ ان الشركة نفسها وهم بيصنعوها المفروض في خرطوم بره بتعملي فيه ايه، بتجيبيه بيبقى نازل على ايه، على الطبق اللي هو بتاع اللهم صل على النبي. الطبق اللي هو محطوط على الموتور بتاع الديب فريزر من ورا. في طبق كده بيبقى نازل خرطوم من ورا، اللي هو بينزل منه المية عليه. الخرطوم ده ما كانش طالع اساسا. فكان سادد البتاع. كان سادد اللهم صل على النبي. كان مسدود، فكانت المية بترد تاني فين؟ بدل ما تطلع على الموتور بره بترد تاني في الديب فريزر من جوه. فكانت بتعمل التلج ده. فالحمد لله ربنا يبارك له بجد يعني. صلحها لي وخلهولي مية مية الحمد لله. في حاجة تاني عايزة اقولها لكم، ان انتوا لما النور يقطع عندكم تاخدوا بالكم وتروحوا شايلين الفيش بتاعت الأجهزة الكهربائية كلها عشان ما يحصلش حاجة، عشان ربنا يسترها على حاجاتكم يا رب. واحدة جارة أختي في نفس التوقيت اللي باظت فيه التلاجة بتاعتي، في نفس التوقيت التلاجة بتاعتها باظت. بس هي مشكلتها في ايه؟ ده برضو غصب عنها، مش إهمال منها. ان هي كانت حاطة الفيشة عادي بتاعت التلاجة والنور قطع وجه وهي نايمة. فالظاهر النور جه عالي، فراح بعيد عنكم يعني، راح مطير لها الموتور اتحرق. فدي نصيحة مني ليكم يعني، ان انتوا تاخدوا بالكم. انا والله بعمل كده، ولو انا ما عملتش كده وجوزي قاعد بيروح عامل كده. اول ما النور بيقطع بيروح طالع على الديب فريزر والتلاجة، يروح شايل الفيش بتاعتهم والشاشة كمان. تمام. ربنا يسترها عليكم وعلى حاجتكم يا رب. ندخل بقى على الفيديو. وكنت عاملة والله كنت عاملة فيديو حلو قوي، حلو بأمانة يعني. اللي ما يفهمش في حاجة ما يفتيش فيها، اللي ما يفهمش في حاجة ما يفتيش فيها. انا كنت عاملة فيديو حلو، وبسبب المساحة دخلت في حتت في برامج، قعدت امسح. مسح لي، انا كنت عاملة فيديو غير ده خالص، مسح لي كل الفيديو الفيديوهات اللي انا كنت مصوراها. كنت عاملة فيديو حلو، كنت مصورة معاكم التلاجة وانا برصها، كنت مصورة معاكم الخضار وانا برصه في التلاجة، كنت عاملة كفتة رز
ومصوراها، قلت هحط ده كله في فيديو واحد وحطيته وجمعته، واجي اعمله مش عايز يتحفظ، مش عايز يتصدر للاستوديو. بسبب ايه؟ بسبب المساحة. اتشملي انا بقى واعمل ايه؟ اخش في برامج في الشير ومش عارفة في ايه وامسح حاجات من عندي، لغاية ما بصيت لقيت نفسي الحمد لله مسحت الفيديوهات كلها. دخلت بقى اللي هو الحاجات المحذوفات، دخلت ما لقيتش غير الفيديو ده، قلت الحمد لله في حاجة ايه موجودة اليوم انزلها له. هي الليفت طبعا انا نزلته، اللي ما شافوش يا ريت يروح يشوفه، هيعجبه قوي ان شاء الله. فاللي ما يفهمش في حاجة ما يفتيش. انا كانت بنتي هي اللي بتعمل لي كده، لما تلاقي ما فيش مساحة بتخش في برامج ايه وتقعد تحذف حاجات، هي فاهمة في كده. انا بقى اتشمللت قلت اعمل زيها بس. اللي ما يفهمش في حاجة ما يعملهاش بأمانة يعني، والله فيديوهات حلوة قوي كانت عندي. يلا بقى نرجع للفيديو. هنا بقى ايه سلقت الكرنب وقطعته، وهنا عملت ايه، بعمل بصلايه كده بقطايه بحبه فلفل اسمر وملح، وادعكها واخليها ايه عشان احط عليها الحاجه، عشان احشي عليها يعني. انتوا عارفين طبعا بقى ان انا لما بكون مستعجله بعمل ايه، الخضره بروح حطها في حته تنشفها يعني، عشان ما اعملهاش تبقى مبلوله كده. هنا بقى بنقطع الخضره. انا ساعات بقطع الخضره على القطاع او البلانش، او شوف انتوا بتقولوا عليها ايه يعني، بقطعها عليها. ساعات بستسهل يعني، اقول لك وانا واقفه كده على طول اخدهم كده ايه وانا واقفه. هنا بقى ايه قطعنا الخضره، شويه محشي يا جماعه عجب عجب. انا عملت المحشي معاكم قريب، بس المحشي يعني انتوا عارفين بقى في الشتاء البيت ما بيخلاش من البتاع ده، قولوا معايا، من المحشي والعدس، محشي وعدس، دي اكتر حاجه تحبي تاكليها في السقعه والتلج اللي احنا فيه ده. اه والله. بس ايه رأيكم في الخلطة؟ رهيبة رهيبة رهيب والله، رهيب يا جماعة. انا بحب الخلطة تكون حمرة كده 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 كده. انا لو عليا والله بأمانة وحياة ربنا، لو عليا المحشي ده لولا بس دبكته وتعبه انا اعمله اعمله كل يوم، بحبه قوي ومبزهقش منه. وعندي جوزي وولادي برضو بيحبوه بيعشقوه. لولا الملامة يا هوا كنت عملته كل يوم. نبقى خلصنا الخلطة الجميلة دي. طبعا تخلي ايه لما تكوني بتعملي محشي بيركني معلقتين صلصة على جنب كده، عشان تعرفي هنقول لكم هنعمل بيها ايه في الاخر. اظن اللي شاف الفيديو بتاع المحشي بتاعي بتاع الكرنب عارف انا بتكلم في ايه. احنا هنحطهم على الوش، بيخلي بيخلي المحشي الكرنب كده احمر كده وملعلط كده. بقى قلبنا الخضرة، بحب الخضرة كتير في قوي. واقول لكم على حاجة يا جماعة، نصيحة من اختي يعني، انا مش بعلمكم، بس نقول الاول ايه موضوع الزيت دوت. انا بحب احط حبة زيت كده يلمع الخلطة كده. الحركة دي واخداها من حماتي الله يرحمها ويسامحها يا رب، الله يرحمها ويسامحها ويغفر لها ويجعله في ميزان حسناتها اي حاجة اتعلمتها منها. بصوا بقى شوية الخضرة اللي فاضوا، طبعا الخضرة متنشفة ها،
اهم حاجة تكون الخضرة ناشفة، تحطيها في الديب فريزر او في الفريزر، يعني تحطيها في كيس وبعد كده تحطيها في تخرجي الهواء منه. بصوا، تخرجي الهواء منه كده خالص وتلفيه، هتفضل معاكي مش هيجرالها اي حاجة، اي حاجة وحياة ربنا. ان شاء الله برضو نبقى نخزن مع بعض الخضرة لرمضان. احنا عارفين رمضان بقى وزحمة رمضان اليوم ما بيبقاش فيه. بقول لكم ايه بقى، نرجع نقول ايه. الخضرة لما التسبيكة لما تيجي تعمليها، ها، اوعي 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 تحطي الخضرة عليها، هتموتها كده وتبقى ايه، تحس ان هي مغمقة كده، تحس ان انت عاملة طبيخ. لكن لما تحطي التسبيكة، تحطي عليها الرز وتقلبيه، وبعد كده تحطي الخضرة، تلاقي الخضرة خضرة زي ما هي، مش هيجرى لها اي حاجة، وريحتها ظاهرة في المحشي قوي. فدي حاجة كده بعرفها لكم يعني. طبعا انتوا كلكم شاطرين وبتعرفوا تعملوا كل حاجة، بس بجد والله في ناس بتعمل كده، يعني في ناس تعمل التسبيكة وتخزنها بس بتكون حاطة فيها الخضرة. لا، انا ما بحبش الفكرة دي خالص، انا اعمل التسبيكة واشيلها، وقت ما عاوز اعمل اجيب الخضرة ايه واحطها. بس هنا بقى كده ايه، طبعا لازم يكون في معلقة او شوكة وانتي بتحشي عشان تنزلي بيها، وتحاولي ان انت ما تضغطيش المحشي قوي. بصوا هنا كده تحطي ايه، الفلفل تحطيه قصاد بعضه كده، بحيث ان لو رز هيطلع يبقوا ايه مقابلين بعض كده، ما يخرجش بره. يا رب الفكرة تكون واصلة لكم يعني. الكوساية اللي اتكسرت دي من مين؟ من بنتي والله، مش مني. انا بقى ما مرضيتش ارصه معاكم، انا عملته معاكم قبل كده. دول بقى شوية الرز اللي فاضوا، هنعملهم بطريقة حلوة قوي. انا طبعا ما كانش عندي تلاجة في الوقت ده، فهعمل ايه؟ مش هحطهم فين؟ هيبوظوا، فلازم ان انا اسويهم. هما ما اتحطوش وما كلناهمش في وقتها، بس كلناهم بعد كده يعني. بصوا بقى العروق اللي فضلت والحاجات اللي طلعت من الكرنب وانا بقطعها كده، بقى طعمها حلو قوي. لو مش عايزة تحطي الحاجات ديت تسويهم كده لوحديهم. برضو حطيت فيهم حبة شطة عشان الحاج صاحب البيت مش هياكل منه بقى، انا قررت ان هو ما ياكلش منه. مش عامله لك المحشي بارد، سيبنا بقى وناكل احنا الحراق ده. هنا بقى نعمل ايه؟ الشوربه الكدابه، انتوا عارفينها طبعا. نحط حبه زيت او سمنه، بس انا ما كانش عندي سمنه في الوقت دوت، يعني ان انا ايه احطها. بس هعمل معاكم حركه حلوه يعني، هتشوفوها في الاخر. بس على فكره الزيت بيبقى حلو فيه، بيديله لمعه كده غير السمنه. في حاجات تنفع فيها السمنه وفي حاجات تنفع فيها الزيت، بس عشان تاخدي التطعيمه برضو حلوه هقولك تعملي ايه بعد ما تعملي بالزيت. انا بقى حطينا الزيت والميه، واحدتين مرق الدجاج كده، والملح والكمون، مش اكتر من كده. نزود ميه بقى. والله اعملوا المحشي على طريقتي كده يا جماعه، مش هتندموا.
ما تنسوش بقى اللايك لو وصلتوا لغاية هنا، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنزله. في يوميات هند. هنا بقى لما تيجي تعملي، لما مادام لو انتي عاملة كوسة زي كده مع الفلفل والبتنجان، ما تكتريش في المية عشان الكوسة بتنزل مية، يبقى ايه، ربع الحلة كده او ربع الحلة وشوية مية او شوربة ايا كان اللي انتي بتسقي بيه يعني. ايه رأيكم في حلتي دي؟ ام خرم دي، خرم الاوزون. نيجي هنا بقى، نطفتها كنت بعدلها يا جماعة. فراشي على محشي، دي طبعا كانت حلة صغيرة، الأكل الأساسي كان الفلفل وإيه والبتنجان والكوسة، فقلت أجيب كرنباية صغننة كده أعملها إيه، أعملها معاهم. أنا من عشاق الكرنب. بصوا بقى، حبة الصلصة اللي فاضوا بيدوا لون للمحشي كده، بيبقى أحمر، بيبقى جميل. لازم تحطي الطبق ده عشان إيه، البتاع ما يتفككش منك، الكرنب وهو بيغلي. لما يغلي على البوتاجاز بس تلاقي اللي على الوش كده بيتفكك، لكن لما بتحطي حاجة كده تقيلة، طبق صيني او حاجة او طبق صاج بتاع دوت ستانلس، مش هي مش هيجرى له اي حاجة. بصوا اهو الواحدة بوحدتها كده ولا حصل فيها اي حاجة. شوفوا بقى الحركة اللي انا هعملها دي. الله اكبر، الله اعظم، من عزة لله. ده الفجر بيأذن يا جماعة، انا بسجل لكم الفيديو ده كده والفجر أذن. بصوا دي الحركة اللي انا بقول لكم عليها، دي زبدة كده مش قشطة. لو ما عندكيش زبدة وعندك قشطة حطي قشطة عادي. هتدي طعم وهتدي ريحة. هروح، طب الفجر هيأذن وهرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني. وهنا بقى ايه، كان المحشي استوى. بصوا، ولا الرزاية خارجة برا ولا الرزاية طالعة منه، عشان يتحشى ايه، يتحشى مظبوط. انتي تحشيه مظبوط هيطلع معاكي شوية محشي عسل 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 عسل. نبقى خلصنا. معلش بقى في اللقطة دي بقى، ابني تصوير ابني يا جماعة، والله قال لي انا هصورك يا ابني، سيب الكاميرا هي هتعمل، انا هصورك. بصوا بقى، انا كنت مصوراه بصوت والله، بس لقيت فيه دوشة بقى كده، رحت لغي الصوت. كنت مصوراه بصوتي يعني. بصوا بقى، ايه رأيكم، ولا الرزاية خارجة برا ولا الرزاية طلعت منه. شهد كده شهد. نيجي بقى على الكبير بقى، الكبير كبير ربنا طبعا، مفيش بعد ربنا كبير. بصوا الجمال والحلاوة، والله عسل يا جماعة، شوية محشي ملهمش حل. والله اعملوا المحشي بطريقتي مش هتندموا، هتدعولي.
جربوه بس كده وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. بصوا بقى، حتى لما فضيناه بصوا مفيش رز خارج بره ازاي. بصوا بقى، بقول لكم بصوا دي بقى العشق، الملزوقه دي الملسوعه دي طعمها بيبقى جميل. بصوا يا جماعه والله تصوير ابني. بصوا، بقول لكم بصوا الرزايه مفلفله ازاي جوه ومش مكتوم. حلاوه، ده بقى حلاوه. انا عايزه اصبع دلوقتي. والله طعمه ملوش حل، والله بجد طعمه ملوش حل. مفيش حد طبعا بيقول على حاجته وحشه، جربوه وانتوا واحكموا بالطريقه اللي انا عملتها بيها دي. لو وصلتوا لغايه هنا متنسوش تدعموني بلايك، اشتراك في القناه، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنزله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي. السلام عليكم.